أخيرا نوفل موسى الملقب بصوفيا الطالوني، ربي هداه وجد عليه بواحد الحاجة اللي هي كبيرة، أنه يتوب لطريق الله ويحيد من دور الأنثى اللي كان عايشه حياته كاملة. هذا الخبر فرح الجميع. هذا الخبر ما كان حتى شي واحد منتظره. هو كان ديجا عنده سبق الإصرار أنه هو غادي يبعد على ديك الشيء وغادي يرجع رجل كجميع الرجال، حسن شعره، زول الثديين، كيحاول يرجع رجل ويرجع لطريق الله، لحقاش عارف ان اللعنه كتنزل على المتشبهين بالنساء وكتنزل على المتشبهات بالرجال. فاليوم خبر كبير في المغرب ان نوفل موسى ربي تاب عليه، قال لك فاق الصباح لقى راسو باغي يصلي، صلى وتوكل على الله وبان في السوشيال ميديا بحله جديده. بزاف ديال الناس كيقول لك هادشي غير باز، هادشي غير باش يدير الاشهار للمحل ديالو. ما كنظنش انا هادشي اللي دار اليوم نوفل موسى غادي يكون باز. ما كنظنش باللي نوفل موسى اللي كان كيحماق على شعره الطويل غادي يهون عليه بسرعه يمشي يقطعو باش يدير الباز. ما كنظنش. صراحه يعجز اللسان عن التعبير. فرحت بزاف بزاف. كنفرح من ربي سبحانه وتعالى كيختار ناس باش يهديهم الصراط المستقيم. تخيلوا معي تكونوا دايرين ذنوب كبيره، ذنب كبير انكم متشبهين بالنساء، وتوبوا وربي يمحي لكم الذنوب كانها لم تكن. هنيئا لنوفل موسى، هنيئا لنوفل موسى. وصراحه يعني بدني قشعر لما شفت الناس محتفلين به. انا كنت بفكر انه هما اشاعات، لكن ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول للشيء كن فيكون. ربي قادر انه يغير كل شيء، ربي قادر انه يمد يد العون لاي واحد. ربي فاش كيختار شي واحد للطريق الصحيح واخا يكون مع شنو ما داير في الذنوب. شكون حنا اللي ندخلوا في علاقه العبد بربو؟ شكون حنا اللي نحاسبوه على شي حاجه بينه وبين ربي؟ وما نساوش باللي نوفل موسى كيدير الخير، كيتصدق، كيعاون الناس. شحال من عمليه دارها فابور، شحال من عمليه ديال هوليوود سمايل دارها فابور، عمليات تكميم فابور، نقد ناس من فرط السمنه المفرطه فابور، بزاف ديال الحوايج. شكون حنا باش ندخلوا في علاقته مع ربي؟ انا بالنسبه لي فرحانه بزاف ليه، ويا ربي تبتو، ويا ربي تسهل عليه. وغير لو فد ان ربي يفتح له بصيرته للطريق المستقيم، هذه بحد ذاتها معجزه وانجاز كبير اللي خاصو يسجد عليه ربي ليل ونهار. ما تنساوش باللي الوالد ديالو ما كانش كيهضر معاه مقاطعه طول ما هو داير هذاك الستيل ديال العيالات. قال لك عيط لوالدي، عيط لصحابو، عيط لكاع الناس اللي غلط معاهم، طلب منهم السماحه. وغادي تكون بدايه جديده ليه مع اللونسمون ديال البروجي ديالو. راه اي حاجه بغيتوها في الدنيا خاص ضروري ربي يكون راضي عليكم. كيفاش غادي تدخلوا لشي بروجي وتبغيو تبنيو مستقبلكم والعلاقه بينكم وبين ربي ما زويناش؟ فنوفل موسى فكر فيها صح، حل بروجي، وفي نفس اليوم اللي غيحل فيه لو بروجي بحضور كاع المؤثرين ديال المغرب، بحضور الناس كاملين في تركيا، بين الناس على انه تائب، ووقف قدام المنابر الاعلاميه من غير شعر بلباس رجالي محتشم. هنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له. صفحة جديدة بداها مع رب العالمين، أكيد فور شور صفحة جديدة مع رب العالمين. بالنسبة للصفحات اللي كتقول لك هادشي باز، لا هادشي ماشي صحيح، هادشي هادي جو بونس با غادي يضحي بهادشي ديالو باش يبان انه كيدير الباز. ما كنظنش البنات والدراري اللي كتشوفوا هذا الفيديو. فإلا لقينا ندعيو له بالهداية وندعيو له بالثبات، ندعيو له. عندنا شي كلام اخر خايب نقولوه فقولوا خيرا او صمتوا. هادشي اللي كاين. والله يثبتنا كاملين ويسهل علينا كاملين ويجعلنا من الناس اللي نالوا حب الله كما نوفل موسى نال الحب ديال ربي. بين الليله وضحاها السيد تاب الى الله. شنو غيبغي اكثر من هادشي؟ فمره اخرى الله يسهل عليه ويثبتوا على هذا الطريق الصحيح المستقيم. الناس اللي كتقول لك دار البوز، عاوتاني غادي نبغي نقول لكم باللي هو كان داير البوز بسميتو القديمه، ماشي غادي يدير البوز بشخصيته الجديده. سمحوا لي. فاحنا ديما شعب فين ما نشوف شي واحد زادت عليه شي حاجه ولا زاد عنده التفاعل كنقولوا احقا بغا يدير البوز.
الله يهديكم، ودعيوا له باي حاجه زوينه عندكم في خاطركم، والله يثبتوا ويسهل عليه ويسهل علينا كاملين، وجعلنا من الناس اللي غاديين في الطريق المستقيم، الطريق الصحيح، باش غدا امام الله فاش يديموا الامانه امانته نموتوا حنايا عارفين باللي ربي راضي علينا، ما دايرين حتى شي حاجه خايبه وحتى شي حاجه حرام، حتى شي حاجه ما كضر الطرف الاخر. فصافي بغيت نطلع لكم غير في هذا الفيديو باش نقول لكم هذا الشيء، حسيت انني بغيت نهضر، فالله يسهل على كل واحد ويسهل علينا كاملين، ونشوفكم في فيديو اخر. باي باي.